صامدون مستمرون هو الشعار الذي اختاره عمال وصحفيو مجمع الصحافة الوقت الجديد لتوديع قناة الجزائريين زير نيوز. أجواء خاصة واستثنائية عاشها عمال هذا المجمع في هذا اليوم المشهود الذي لم يكن أبدا في تصورهم، لكن شاءت الأقدار أن ترمي بهم سفينتهم لتوديع هذا الفضاء الذي سينطفئ نوره في 25 جوان بعد 5 سنوات من العطاء والخدمة العمومية. تميزت بخط افتتاحي موضوعي عنوانه العريض: حرية ومسؤولية. كان لنا الشرف أن نؤسس أول القسم الرياضي لقناة زير نيوز التي لم نكن نتصور بأنها ستصل إلى هذا اليوم، ستصل إلى هذه النقطة، نقطة البداية ونقطة الغلق للأسف الشديد. أنا لا أريد أن يكون هذا اليوم يوم حزن، بل أريد أن يكون يوم أمل وتفاؤل لإعادة بعث الإعلام في الجزائر. نتمنى أنه هذه القناة ما تختفيش من الساحة الإعلامية، ونتمنى أنه تستمر، لأنه ربما اختفائها من الساحة الإعلامية خسارة كبيرة للإعلام في الجزائر. إسلوكلا دي وكنيا أما طافنا زي نيوز غاس يكتراجونا هذا ذي غاف ديالنا ثيران سويانا ثيرا قوسان كان ماشي يوكن كان في دنس منع يوكن دنيا ثغامسة الساقية إلى قتيليا ثللي ذي ثغامسة وإلى قال ثغامسة تغل نغد قريا ذي الحالة إذ يدقريا الساقية. اليوم احنا نقولوا أنه الوضع اللي لحقنا عليه لا نحسد عليه، الغلطة ماشي احنا درناها والصحافة ليست جريمة. من كل حدب وصوب ومن كل الأطياف، سياسيون، اقتصاديون، إعلاميون، خبراء وغيرهم، أبوا إلا أن يلبوا النداء. حضروا لتقديم تضامنهم ودعمهم لأبناء القناة وهم يودعون صرحهم الإعلامي الذي لا طالما كان صوتا للشعب ومنبرا لمن لا منبر له، متفتحا على كل الآراء والأفكار دون إقصاء ولا تمييز. هذا الفضاء الذي كنت قد شاركت في عدة برامج في 4 سنوات الأخيرة، كانت فضاء لحرية التعبير. هذا من باب الواجب أن نقف مع إخواننا الصحفيين الذين أبانوا عن احترافية في تعاملهم مع أهم الأحداث، هذا واجب علينا نقوم بوقفة رمزية خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يمر به المجمع. شهادة لله أنه المجمع يعج بالكفاءات في كل المجالات، سواء المجال التقني أو الإداري، وبالخصوص في المجال الإعلامي والصحفي. كنا نتمنى أن تكون هناك حلول للحفاظ على ما اكتسبه المجمع من مهنية. يوم مفتوح قال فيه الكل وداعا زير نيوز، لكن لم يمتنع فيه الجميع عن مواصلة عملهم بكل وفاء ومسؤولية، بكل نشاط وحيوية. التزم الصحفيون بتحضير المادة الإخبارية لتقديمها وبكل أمانة للجمهور الجزائري، حتى وإن تطلب ذلك وفي عز الأزمة التنقل إلى القاهرة لنقل أجواء الكان ومتابعة آخر تحضيرات المنتخب الوطني قبل الدخول في المنافسة. حتى في عز الأزمة متواجدون رفقة جميع الإعلام الجزائري، الوفد الإعلامي المتواجد هنا من أجل المشاهد الكريم الذي وضع ثقته في هذه القناة. نعم، المنتخب الوطني سيقوم هذا المساء في حدود 10 بتوقيت مصر بحصة تدريبية خفيفة، ستكون فقط للتعرف على أرضية الميدان مثله مثل كل المنتخبات الأخرى. كلمة حق وشهادة اعتراف قيلت من البعيد قبل القريب. تجربة زير نيوز اتفق الجميع على نجاحها بكل المقاييس. 5 سنوات من العمل الدؤوب المستمر والمتواصل استطاع طاقمها الكفء ورغم الصعاب صناعة الاستثناء وإحداث التميز، ورغم الضغوطات التزموا بالمهنية والاحترافية. مكسب اتفق الجميع على أن لا يذهب هباء منثورا، وأن يستثمر في تجربة طاقمه الشاب الباهظة والثمينة عند الدول التي تعرف قيمتها. ساعات فقط تفصلون عن فراق زير نيوز، لكن عل وعسى قائمة إلى الثانية الأخيرة.